ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتك. بصوا يا جماعة، أنا جاي النهاردة جايب لكم حاجة يعني هتوفر عليكم مساحة، وهتوفر مساحة السي عدد كبير من الجيجات حرفيا يعني. بغض النظر بقى عن ملفات التم مثلا اللي احنا مسحناها قبل كده، أو برامج، مخلفات برامج، أو حاجات مش بنحتاجها. طيب في السي هنا لو جينا بصينا مع بعض هندخل على السي، هنلاقي في عندنا هنا ملفين موجودين واخدين مساحات كبيرة. يعني أنا عندي مثلا السي حوالي 60 جيجا أو 80 جيجا. ده متاخد مثلا البيج فايل ده 2 جيجا ونص تقريبا، والهايبر نيت والهايبر فايل ده متاخد له جيجا ونص تقريبا. يعني أنا في حوالي ما يقلش عن 4 جيجا متاخدين كده ضايعين. طب يا جماعة، أنا دلوقتي عايز أوفر ال4 جيجا دول. ركزوا معايا كويس قوي في الشرح اللي أنا هشرحه. ده بس للناس اللي بيلاقوا عندهم الهايبر فايل والبيج فايل. هنعمل مع بعض خطوات بسيطة جدا. في بعض الأوامر هنعملها عشان خاطر نشيل الهايبر فايل، وفي بعض الخطوات هنعملها عشان خاطر نشيل البيج فايل. الخطوات اللي هنعملها للهايبر فايل هي بعض الأوامر اللي هسيبها لكم في الديسكريبشن، وهي كالتالي. في عندنا أمرين، في أمر بيقفل وأمر بيشغل للهايبر فايل. طب الهايبر نيت ده أصلا وظيفته إيه يا جماعة؟ الهايبر نيت ده وظيفته ان انا عندي في الويندوز لما باجي بكون مشغلها، ده مسموح لي ان انا افتح الويندوز او اقفل الويندوز واجي افتحه الاقيه على نفس الوضعيه اللي هو عليه، اللي هو بيكون غالبا زي السليب، بس بيكون كل حاجه شغاله. يعني جهاز بيبقى كل المعالجات اللي فيه شغاله وكل حاجه فيه حرفيا شغاله. ده بالنسبه للهايبر نيت. اما بالنسبه للفيجي فايل فده بياخد من مساحه الجهاز عشان خاطر بيزودها كفيرشوال ميموري او كرامات اضافيه للجهاز. يعني انا مثلا بكل بساطه، خليني بس الاول في جزئيه الهايبر فايل. الهايبر فايل دي هقصيها ازاي؟ كل اللي انا هعمله هاخد الامر ده كوبي، هندخل على قائمه ستارت وهنكتب سي ام دي، وكل اللي احنا هنعمله هننسخ الامر ده هنا كده. مجرد ما دوسنا كليك يمين يا جماعه الامر كتب تلقائي، تمام. وهدوس انتر، تمام. هو جه هنا قال لي عشان برضو الناس تاخد بالها، هو جه هنا قال لي ان الاكشن ده ما ينفعش يتاخد غير وانت ادمنستريتور، يعني وانت مسؤول الجهاز. طب دي انا شغالها ازاي؟ طيب تاني هنعيدها تاني مع بعض، ناخد بالنا سي ام دي وهندوس عليها كليك يمين وران از ادمنستريتور، يعني تشغيل كمسؤول، تمام. هنا ندوس كليك يمين، اتكتب الامر تاني، مجرد ما هندوس انتر ما كتب لناش اي حاجه، هو كده اتقبل. يعني انا دلوقتي الهايبر فايل ده او الهايبر نيت ده المفروض مش هنلاقيه، او هو بالفعل يا جماعه ما بقاش موجود، الفايل ما بقاش موجود. طيب يبقى كده وفرنا اول جيجا ونص كانت طايره مننا. تعالوا بقى نبص ال2 جيجا ونص التانيين اللي فاضلين. طب دي بنعملها ازاي؟ ركزوا معايا يا جماعه. واحنا على زيز بي سي كليك يمين بروبرتيز، هندخل عليه على ريموت سيتنج، وهنتاكد ان احنا داخلين على ادفانسد. ومن ادفانسد هنا هندخل على السيتنج، ومن السيتنج هندخل على ادفانسد تاني. في عندنا هنا اهي لو لاحظنا جزئيه اسمها الفيرتشوال ميموري، دي اللي هي الميموري او المساحه اللي بيكون قصصها من الهارد كمساحه للرامات، زيها زي الرامات. هندخل على السيتنج وهنشيل التشيك مارك دي، ان دي تشيك مارك هو بيعملها تلقائي بيخصم مساحه للرامات، فانا لا، انا مش عايزه يخصم مساحه من عندي من الهارد للرامات. بنشيل التشيك مارك ونختار من هنا نو بيج فايل، ان احنا بنشيل نو بيج فايل. ولازم يا جماعه ندوس ست، ما ينفعش ندوس اوكي بس. هندوس ست هيديني الرساله دي، هدوس له يس، اوكي، 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 وهقفل ده كله. طيب لو جينا دخلنا عليها لسه ظاهره. طيب ده ليه لسه ظاهره؟ عشان احنا محتاجين نعمل ريستارت للجهاز. يبقى اذا امر الهايبر فايل ده مش محتاج ان احنا نعمل ريستارت، ده بيضان وزن الويندوز وهو شغال، لان ده مش حاجه اوريدي الويندوز معتمد عليها كمساحه تخزين، او ان هو موفر من الرامات لنفسه. طيب انما هنا في البيج فايل هو موفر من الرامات عشان خاطر بياخدها كمساحه تخزين على الهارد، فبالتالي مش هيقدر ياخد الاكشن ده غير لما نعمل ريستارت للجهاز.
كده يا جماعه انا شرحت لكم بخصوص الحاجتين دول اللي احنا ازاي نقدر نوفر مساحه. اول حاجه للهايبر فايل، وديت اللي هي جزئيه الهايبرنيت اللي انا شرحتها لكم، اللي هي بيحفظ الجهاز على نفس الوضعيه اللي هو عليه. طبعا انت لو مش محتاجها اعملها، لكن لو محتاج جزئيه الهايبرنيت يبقى خليها. بلس كمان البيج فايل، البيج فايل نفس القصه. البيج فايل دي مساحه بياخدها من الهارد للرامات، او بيشغلها كفيرتشوال ميموري، بحيث ان انت لو مثلا بتفك ملف ضغط او بتعمل حاجه محتاجه الفيرتشوال ميموري فان هو بيستخدمها فيه، فبالتالي بيقص من مساحه الجهاز. بس فانا كده شرحت لكم كل حاجه يا جماعه، شرح وافي لكل الاوامر. ولو اي حد محتاج اي استفسار بخصوص الاوامر ديت يكتب لي في الكومنتس، ممكن يتواصل معايا. وان شاء الله لو اي حد محتاج اي شرح لاي برنامج او لاي امر معين ممكن يكتب لي في الكومنتس برضو، يتواصل معايا. شكرا والى اللقاء.